ازاي بتقول ان الكون عشوائي وغير منظم وربنا سبحانه وتعالى هو خالق الكون وخلقه في اكمل صوره؟ خليني اقول لك ان انت صح وانا كمان صح. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق معاه كل متطلبات الحياه المثاليه. انا كبني ادم اتوفرت لي كل الاحتياجات اللي تخليني اقدر اعيش بدون تهديد على وجودي لسبب ماليش يد فيه. ما يبقاش اساس وجودي ان اشرب ميه واتنفس هواء، ولا اني اتولدت في مكان مفيش فيه لا ميه ولا هواء. امال كده العشوائيه فين؟ مفهوم الفوضى اللي اتكلمنا عنه كان المقصود بيه هي الحدود اللي نقدر نتنبئ فيها بحدوث اي حدث قبل ما يحصل بدقة 100%. احنا نقدر نعرف الجو هيبقى عامل ازاي كمان اسبوع او اتنين، ولكن اكتر من كده مستحيل. وكذلك حركة الموج والرياح والبراكين وغيرهم من الظواهر، كلها احداث ما نقدرش نتنبئ بيها ولا بتأثيرها هيكون عامل ازاي. عشان كده دايما بنقول ان العشوائية والغموض الموجود في ظواهر كتير حوالينا هي نفسها جزء من كمال الكون اللي ربنا خلقه. ولان الوصول للكمال ومعرفة كل حاجة بتحصل حوالينا بدقة ده يعتبر شيء مستحيل، فمفهوم العشوائية تقريبا كده والله اعلم هيفضل مكمل معانا لحد ما نموت.